السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما بخير. متابعين الغاليين، اخواتي وحبايبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي كده يا رب. يلا النهاردة نعمل كده بالعجينة القطنية الجميلة ديت اجمل واحلى سندوتشات. هنعمل السندوتشات كده على الوش بتاعها على شكل بيتزا زي ما انت شايفة الجمال. مش قادرة اقولك قد ايه العجينة كانت هشة وجميلة. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي جميلة. ولو عجبك بقى الفيديو خش اكتبي لي رأيك كده في الكومنت الجميل بتاعك. ويلا بينا نبدأ، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يلا اقول لكم بقى المقادير. معانا ايه؟ معانا كده معلقتين كبار سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، وكان معايا كده كوباية من اللبن، يعني مدفية خفيف خالص. او لو هي بره التلاجة في الجو اللي احنا فيه ده ممكن تشتغلي بيها عادي، المهم بس متكونش متلجة. وثلاث معالق من الزيت، ومعايا كده بيضاية. بدأت اللي انا اقلب كده البيض والخميرة والسكر، طبعا ادوبهم الاول كويس. الزيت انا حطيت 3 معالق بس. طبعا ده كان معايا نص كيلو كده من 100 دقيق. هناخد بقى يعني ايه على حسب ما ياخد معايا. بس هي الكوباية يعني اخدت معايا كده ايه النص كيلو، قولي الا معلقة كده يعني. وطبعا حطيت كده معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. الصراحة كان جميل اللي هو كيك شيف ده، حطيت منه كده ايه معلقة. ما مخلي العجينة كده معايا هشة وجميلة. مش قادرة اقولك برضو الخل كده كان مخليها جميلة جدا. كانت العجينة فعلا عجبتني قوي لان كانت خفيفة وهشة. وطبعا الملح بحط نص معلقة صغيرة. يعني لو انتي شو قمت تعجني هتلاقي ان شاء الله بفضل الله كده كل حاجة متوفرة عندك. ما شاء الله عجينة جميلة جدا. الصراحة من كتر جمالها خلوني عملتها لهم تاني، لان فعلا سهلة وفي نفس الوقت عجينة جميلة. والحشو بقى دي حاجة ترجعلك، اي حشوة بقى هتحطيها فيها هتكون معاها جميلة زي ما انت شايفة كده. ابدأ امشي مع العجينة كده واحدة واحدة لغاية ما العجينة كده تلم معايا. فيها تلزيقة بسيطة كده وانا محتاجاها اللي هي تكون فيها التلزيقة ديت. خلاص كده انا خلصت، هغطيها واسيبها لغاية ما تخمر. طبعا دلوقتي معلش عدت بقى المرحلة ديت ان انا ايه جبت كده نص كيلو من صدور الفراخ سليم الحتة على بعضها، وبدأت اللي انا اتبلها. وهدخلها كده الفرن اشويها تحت الشواية. طبعا التوابل يعني احنا تبلناها قبل كده كذا مرة مع بعض. هقولك كده على السريع، يعني من كل حاجة حطيتها نص معلقة صغيرة. نص معلقة صغيرة توم بودرة، ونص معلقة صغيرة بصل بودرة، وبابريكا. وطبعا معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر. يعني التوابل دي حاجة ترجعلك. وبدأت تبلتها وسبتها ساعة. خلاص هي كانت التتبيلة. وبعد كده انا دلوقتي هبدأ ان انا ايه اخبز بقى افرد كده العجين. العجينة كانت خمرت انا شكلتها. بدأت اللي انا ايه افردها. بتتفرد بقى، سبتها تريح كده لمدة كده 10 دقايق عشان تتفرد معايا كده بكل سهولة. فعلا كانت جميلة جدا وبتتفرد كده ما شاء الله، مش قادرة اقولك قد ايه كانت جميلة. طبعا جبت كده معلقة من الزبدة سيحتها، يا دوبك بس تخلي الزبدة كده تفك كده وخلاص. يعني ايه هبدأ اشتغل بيها على طول. هبدأ كده اجيب بالفرشة كده اوزع بقى عليها اوزع عليها الزبدة كده. سامحوني بقى والله البرد بصراحة مخليني زوري تعبني جامد. بس طبعا مش هقدر اتأخر عنكم بالفيديوهات. انا كنت مصورة، يعني ببقى عندي فيديوهات مصوراها. فان شاء الله كده ايه هنزله لكم يعني الفيديو ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده بدأت اللي انا ايه بشكل كده العجينة. مش قادرة اقولك العجينة ديت جميلة جدا، يعني الحشوة فيها دي حاجة ترجعلك. يعني ممكن تحشيها بقى طبعا عشان كل سنة وانتم طيبين العيد. فممكن تعملها لهم بقى وتحط لهم مثلا كفتة، شاورما، والله اي حاجة معاها هتكون جميلة جدا. يعني مش عايزة اقولك يمكن اولادي بقوا ساعات ياخدوها كده
الحشو يحطوا بطاطس، بس بطاطس محمرة كده، ويقولك جميلة مع الكاتشب كده، وياكلوا جميلة بصراحة. هي بس اهم حاجة العجينة والحشو بقى، دي حاجة ترجعلك يعني، المتوفر عندك اشتغلي بيه. معلش لو انا قلت لكم في التتبيل، يعني تتبيلة الفراخ اللي هي البانيه وكده، فلو انت اي حاجة يعني انا نسيتها في التتبيلة، طبعا كلنا عارفين ان احنا تبلنا قبل كده الشوي قبل كده كذا مرة، فهتلاقوا التتبيلة موجودة. معلش بصراحة الواحد يعني ايه مع التعب وكده، فمفيش تركيز، يعني انا اسفة لو في حاجة انا ايه ما قلتهاش. زي ما انت شايفة كده، طبعا خلصت كل الكمية. هيكون معايا طبعا زي ما قلت لكم، انا هخلي الحشو كده من فوق الوش كده ايه على شكل بيتزا. طبعا كان في فلفل، عندي فلفل عادي من الفلفل اللي هو ايه الرومي. كانت في واحدة من نوع احمر وفلفل اخضر عادي. ولو عندك بقى فلفل الوان هتكون جميل برضو. بس زي ما قلت لك انا اشتغلت بالحاجة اللي هي اللي موجودة عندي. برضو اللي قطعت كده طماطمايه وشوية كده من الزيتون، يعني طماطم وفلفل، فلفل اخضر بس، او في فلفلايه بتبقى حمرا مثلا في الفلفل الاخضر اللي هو الفلفل العادي. وزي ما قلت لك لو في فلفل الوان هيبقى حلو. بدأت اللي انا ايه اوزعه كده، وهتكون معايا طبعا جبنه رومي على جبنه موزاريلا شويه كده. بصراحه ما يعني ما حطيتش كتير ولا حاجه، بس والله فعلا كان جميل جدا. زي ما انت شايفه كده، طبعا انا برضه هسيب العجينه كده تريح شويه. مش قادره اقولك العجينه من كتر ما هي يعني ايه، لما بتسيبها تريح كده تحس اللي هي ايه بقت الرغيف ده ما شاء الله سندوتش كده بقى ايه ضخم كده. بس عايزه اقولك لما بتيجي تاكليه كده تحس انت تبقي شايفاه من بعيد تقولي لا ده هيبقى ممكن يكون مش مستوي كويس ولا اي حاجه، بس مش قادره اقولك قد ايه كان هش وجميل. اهم حاجه بقى اللي لسه داخل بقى القناه كده يشرفني وينورني بالاشتراك الجميل بتاعه، وانزلوا كده في القناه كده من تحت هتلاقي فيها فيديوهات حلوه وحادق. ان شاء الله الفيديوهات كده هتعجبكم، واكتبوا لي كده رايكم الجميل في كومنتاتكم الحلوه. اهم حاجه بقى اللايك. انا بشكركم على الفيديو اللي فات، اللايكات بتاعته والكومنتات كانت جميله عجبتني، وانا فرحانه بيها جدا، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه انا كنت فرحانه بالكومنتات الكتيره اللي في الفيديو. يعني بقالي فتره بصراحه اللايكات والكومنتات منعدمه، بس الحمد لله بفضل الله الفيديو اللي فات ده عجبني جدا، ان هو لايكاته حلوه. ربنا يجازيكم خير كده زي ما بتفرحوني. مش قادره اقولك طلعت اهوت ما شاء الله سندوتشات. هي سخنه طبعا، يعني انا بفتحها كده ايه مش قادره امسك السندوتش كده. بصي بيتفتح بقى بكل سهوله، عشان طبعا الزبده خلت كده ايه العجينه ما تلبتش في بعضها ولا حاجه. يلا بقى ايه طبعا خلاص صدور الفراخ كده اتشوت طبعا تحت الشوايه كده، وبدات اولع الشوايه وولعت الفرن من تحت شويه صغيرين خالص، وكنت بصراحه بشويه كده تحت الشوايه. هتكون معايا طحينه، سلطه طحينه، وهيكون معايا كده خيار مخلل وجرجير. الجرجير بيكون جميل معاها، او خس، الحاجه بقى المتوفره عندك اشتغلي بيها. مش قادره اقولك مش قادره امسك الرغيف لسه سخن، هو بصراحه حلاوته اللي انت تعمليه كده وهو سخن كده. طبعا الحشو بقى بيرجعلك. مش قادره اقولك يعني كانت جميله جدا والله. لو انت عملت السندوتشات ديت، وعندك برضو اللي هو شيكن ستريبس، او بانيه من اللي بتحمر اي حاجه محمره، او زي ما انا عملته كده مشوي، كان جميل بصراحه. زي ما انا قلتلك كده ايه الحشو بقى حاجه ترجعلك. انا يا دوبك هعمل بكده منهم شويه كده هحشيهم، والباقي هسيبه ساده برضو، وهوريكم بس الفكره. لو مش حابه تعملي سلطه طحينه ممكن تحطي كاتشب،
على مايونيز كده. بس سلطة الطحينة كانت معاه عشان البانيه المشوي، فكان طعمها جميل جدا الصراحة. طبعا شوية كده من البطاطس المحمرة، قلتلك لو تحشيه بطاطس محمرة بس مفيش مشكلة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وحطوا لنا بقى اللايك الجميل بتاعكم، والسلام عليكم.